امينه نعم بنتي، هذوك البنات اللي يحبوا المقروط بصح جامي مساكن ما ينجح لهم، واش هو البديل اللي تقدري تنصحيهم به؟ صح، كاين بزاف البنات يحبوا يديروا في المقروط في العيد، ماشي غير البنات، كاين نساء كبارات يحبوا يديروا المقروط بصح دائما ولا جامي ينجح لهم، اي وصفه يديروها ما يتنجح لهمش. دونك جبت لهم البديل اللي يقدروا يديروه في بلاصه المقروط، هو مقروط واسمه مقروط الورده. راح نديرو لكم بطريقه جد سهله والكبيره والصغيره تقدر ديرها. تبعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا الوصفه تاعنا. راح ندير معكم مقروط الورده اللي طريقته جد سهله واي وحده تقدر ديرو. استعملت هنايا في جفنه، درت كيلو تاع سميد يكون متوسط، استعملت لا مارك تاع مولا هذاك الزرق، درت معاه 500 غرام تاع فرينه وزوج مغارف كبار تاع السكر، غربلتهم مليح ودرتهم، زدت مغرفه كبيره تاع لافاني ومغرفه صغيره تاع الملح، ودرت ان باكي تاع لا ليفور، خلطت كامل المواد الجافه مع بعض ودرت حفره في الوسط هكا، درت صفار بيضه وبيضه كامله، من بعد درت عليهم من الفوق شويه تاع الماء زهر باش نيفيتي هنا ندير هذوك يجوني هذوك الحبيبات في لاباط ديالي، على بها خلطت شويه ماء زهر مع الاول. من بعد درت 500 غرام تاع السمن يكون دايب وبارد، انا هنا كنت ذوبته من بعد برد. واذا كان عندكم السمن تاعكم يعني شويه دافي دفوا الماء زهر كي تجوا طموا به، هذا ما كان. كما راكم تشوفوا بديت هنايا ندخل هذاك السمن كامل في لاباط ديالي وندير بهذه الطريقه، يعني نحكو بين يديا حتى تقريبا واحد ربع ساعه حتى هذاك السمن تحسوه بيان دخل في لاباط. هنا كما راكم تشوفوا بديت نطم بالماء والماء زهر حتى تكونت عندي عجنه تكون طريه، سيو كيفاش طروها الماكسيموم باش هكذايا كي يشرب تجيكم سوا. بالنسبه للحشو استعملت الجوز واللوز، تقدروا ديروا كاوكاو، درت 200 غرام تاع الجوز 200 غرام تاع اللوز، رحيتهم هكذاك مع بعض، درت عليهم 100 غرام تاع سكر غلاس وطميت بالماء زهر ووزنتهم كامل وزن 20 غرام وحطيتهم تكوتي. من بعد وليت لاباط لقيتها شربت لي راهي ما شاء الله حاجه شابه طريه، ويعني نقدر نتحكم فيها فاسيلمون، وكي ندير هكذا كويره ما تتشقق ليش، دونك راني سوا. من بعد وزنتهم كامل وزن 50 غرام وبديت ندير في الحشو الداخل ونغلق عليهم، حطيتهم في ليمول تاع الجزيريات هذوك يتباعوا برا، راهم نورمالمون في كامل عند العائلات الجزائريه متواجد. وشكلت الشكل ديالي، درت بالطابع هكذايا، من بعد عاودت فوقه بالبوشون باسكو انا الطابع تاعي ما غرسليش مليح لداخل، او الا ما عندكمش هذا الطابع تقدروا ديروا غير بلا سباتول ولا بالموس، تقسموا على 4 من بعد على 6 من بعد على 8. ميم هذا الشكل راح يجي بزاف شباب الا حبيتوا تعتمدوه، او تقدروا ديروا بالنقاش، انا هنا نقشت لكم حبيبات باش تشوفوا بلي تقدروا ديروا يعني واش متوفر عندكم في المنزل، ما تقيدوش روحكم دائما بحاجه واحده. فوالا من بعد شبحتهم كامل بلوزه من الفوق، اللوزه تحبوا ترقدوها او توقفوها كيما حبيتوا، هذا يقعد خيار لكم. طيبتهم في الفرعيه 180 درجه مئويه حتى حمروا لي من تحت ومن الفوق، وحطيت العسل تاعي غير خرجتهم من الفرن، حطيتهم غرستهم في هذيك العسيله، خليتهم مده 20 دقيقه، وكنت تقبتهم من تحت بالكيردون باش يدخل لي مليح العسل للقلب، وجات ما شاء الله معسله، ودرتهم في ليكيسات وزدت شبحتهم بهذيك عيد مبارك. والوصفه تاعي تاع نهار اليوم راهي جاهزه. في المقروط تاع نهار اليوم مامي، الله يبارك يا بنتي، ما شاء الله جاي هبل. المقروط تاع اليوم واعر، عجبك مامي؟ عجبني بنتي بزاف ومعسل حتى للقلب، الله يبارك. جوز ولوز. الله يبارك يسلمك ويعطيك الصحه بنتي. يسلمك.